من النار، ولله في كل ليلة عتقاء من النار حتى آخر ليلة يعتق الله عز وجل فيها ما لا يعتق في الشهر كله، الفريضة فيه ب70 فريضة والنافلة بفريضة فيما سواه. أسأل الله عز وجل أن يستعملنا فيه فيما يرضيه يا رب العالمين. حياكم الله جميعا أيها الأحباب. أحب أن نأخذ شعارا لليلة قبل أن نبدأ الخاطرة. بالأمس كنا مع أهل سوريا ومآسيهم، والمآسي لو بحثنا في مآسي الناس عموما على سطح الكرة الأرضية أن نجدها يعني لا تعد ولا تحصى. يعني مشهد اليوم رأيته يعني سبحان الله، يعني أليم اللسان عن الكلام، يعني حتى جعل أن الكلام ما له طعم. يعني الإنسان حتى لو تكلم يصبح الكلام تحس أنه نحن في واد والأحوال في واد آخر. يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافي كل مريض ويعافي كل مبتلى ويفرج الكرب عن كل المكروبين، اللهم آمين يا رب العالمين. يعني أهل بورما وما يحدث لهم الآن من تطهير عرقي، 800,000 مسلم يعني يبادون لا لشيء إلا لأنهم يعني اختاروا دينا معينا، لأنهم مسلمون يبادون بأسلوب بشع ومناظر بشعة ملأت الشاشات وملأت الإعلام. فلو نجعل الدعوات كده في أثناء الصلوات إن شاء الله رب العالمين وفي سجودنا أن يفرج الله عز وجل عن أهل بورما. قولوا آمين، اللهم آمين يا رب العالمين. نستكمل إن شاء الله رب العالمين، نصل بما سبق، وما زلنا مع ضد العلم. والإسلام والقرآن لما يتكلم عن ضده يعني هو من باب أن يحث على العلم وليس من باب الحكاية، من باب الدروس. لما ينفرنا من شيء يبقى بيدعونا إلى ضده. لما ينفر من الفاحشة إذا معناها أنه يدعو للعفاف. لما ينفر من الإلحاد إذا يدعو للعبادة. لما ينفر من الجهل إذا معناها أنه يدعو للعلم. فينفر من الجهل في 24 موضع في 17 سورة من سور القرآن الكريم. وبالمناسبة أول من سمى هذا الاسم أو هذا المصطلح مصطلح الجاهلية كان هو الإسلام. يعني أول من قسم الأزمان وقسم العادات والتقاليد وقسم مستويات الناس بحسب العلم والجهل كان هو الإسلام. يعني أول من استخدم مصطلح في كل الكتب السابقة، أول من استخدم مصطلح الجاهلية كان هو القرآن الكريم، هو اللي استخدم هذا المصطلح. والجاهلية باستخدام القرآن الكريم تعني عدم العلم. يعني هؤلاء الناس، ولكن العلم بشموله، سواء العلم بالله سبحانه وتعالى وبالحلال والحرام، أو العلم بما يدلهم على الله سبحانه وتعالى وما يرشدهم في هذه الحياة من كل علوم الأرض. فأول من استخدم هذا المصطلح مصطلح الجاهلية ويقسم الناس على هذا الأساس كان هو الإسلام، رفعا لشأن العلم طبعا. ذكرنا أو ذكر القرآن من أضرار الجهل 11 أو 9 نقول لحد دلوقتي 8 4 و4 من آثار الجهل أو من أضرار الجهل. الآثار ما زلنا سنتكلم عنها إن شاء الله. قال إن من أضراره أو من أضواره الكبر وانتكاس الفطر وارتكاب الجرائم. يعني إذا وجد الجهل ماذا يفعل بالفرد وبالمجتمع؟ وبداءة اللسان وسوء الأخلاق بالطبع والاستهزاء بالناس والوقوع في الفاحشة والرذيلة والوقوع في اللغو وضياع الأوقات والكلام في حقوق الآخرين وعدم التبين في كثير من الأمور، فيتكلم بغير دليل ويتهم الناس بغير بينة ويعمي صاحبه ويصده عن هذا اللي معنا اليوم ويصده عن الهدى ويظن بالله غير الحق ولا يؤمن بالقدر، وتصير الحياة متعة ولذة جسدية بما فيها الرجال والنساء. صليت على النبي صلى الله عليه وسلم. وقفنا مع 8 من أضرار هذه الجريمة، جريمة الجهل. جريمة الجهل ممكن تكون في العباد وفي غير العباد، يعني ممكن يتصف بها العابد حتى. ولذلك لما تلاقي النبي صلى الله عليه وسلم يفاضل بين الناس ليس فقط على أساس العبادات، إنما يقول صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضل على أدناكم. مش كفضل الرسول صلى الله عليه وسلم على واحد من الصحابة، لا على أدناكم. شوف أدنى واحد في الأمة ومقارنة برسول الله، في أحد يتساوى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ انظر كم الفارق في فضل رسول الله على أدنى واحد في الأمة.
كالفارق ما بين العالم والعابد، وليس العالم والإنسان العاصي، لا، والعابد، العابد الذي عرف طريق الله سبحانه وتعالى ويتعبد في المحراب وفي الصلوات ويؤدي الفرائض ورمضان. إذا المسألة مسألة خطيرة. هذه الجريمة لما توجد يقبل القرآن الكريم فيقول: يصيب صاحبه بالعمى ويصده عن الهدى. فيبقى ليه عينين بس ما بيشوفش، كما إن ليه ودان ولكن لا يسمع بها. الحواس عنده معطلة. الحواس ليست هي التي ترى، إنما الذي يرى هو القلب والعقل. إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. سبحان الله، نفس الصورة اللي ذكرت هذا المثل، إن في بشر لهم عينين ما بيروا بها، ولهم آذان لا يسمعوا بها، ولهم قلوب لا يفقهون بها، يعني عطلوا الحواس. هي نفس الصورة اللي ربطت ما بين الجهل وما بين العمى. ليس العمى يعني عنده رمض في البصر، إنما عمى يعني لا يرى الحقائق، لا يرى الأشياء على صورتها. أيها الأحباب، الإنسان ليس جسما وفتونة وحسب ونسب وستة على ستة في النظر، إنما الإنسان مفاهيم. ما لم تكن عنده هذه المفاهيم، الإنسان اتصال بالله سبحانه وتعالى، ما لم يتعرف على ربه وما لم يكن عنده رصيد فعلا من العلم يحكم به على الأشياء، يضل أحيانا، بل أحيانا كثيرا. ممكن يحكم فعلا كما سبق وذكرنا على الشيء الصالح بأنه فاسد، ممكن يناصر الظالم ويعميه الله عز وجل، كما نرى الآن في ربيع الثورات العربية. نرى من يقفون بجوار الظالمين ويهتفون لهم، ربما يكونوا منافقين وأصحاب مصالح، ربما يناصرون حسبا ونسبا وعشان من القبيلة والعيلة، ربما خوفا على مصالحهم، بل ربما أعلى منها بقى أنهم عميان أضل الله قلوبهم فأصبحوا لا يروا الظالم ظالم بل يروه عادل. من الذي أعماهم؟ الله سبحانه وتعالى، بس بسبب منهم. السبب إيه؟ إنهم ما أخذوا طريق العلم، إنهم جهلاء، وطالما جهلاء ما معهم النظارة التي يروا بها الأشياء، يروا الأسود أبيض والأبيض أسود. اقرأ معي قول الله عز وجل: وإن تدعوهم، في آية سابقة عليها وإن تدعوهم بالمفرد، هنا وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. أكمل كما في علم مناسبات النزول، إن الآية مناسبتها لما قبلها ولما بعدها تعطي معنى، وما في آية في القرآن إلا ولها علاقة بالتي تسبقها وبالتي تلحقها، كما ما في سورة في القرآن إلا ولها علاقة بالتي تسبقها وبالتي تلحقها. ها هنا كمالة الآية الثانية: خذ العفو، والتوجيه لمين؟ للرسول صلى الله عليه وسلم. قال ابن كثير: ولأمته من بعده. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. الجاهلين هؤلاء اللي أصيبوا بأن هم إن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا، تكلمهم ولكن لا يسمعوا، وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون، بالسبب أن هم من الجاهلين. نعوذ بالله من الجهل وأهله يا رب العالمين. الثانية: الجهل يجعل صاحبه لا يؤمن بأقدار الله، لا يقدر الله حق قدره، لا يؤمن بأن الله على كل شيء قدير، لا يؤمن بأن مالك الأمور هو الله سبحانه وتعالى، ومصرف الأمور هو الله سبحانه وتعالى، ومالك الآجال والأرزاق هو الله سبحانه وتعالى. لا يؤمن بذلك، إنما يؤمن بالأسباب، يؤمن بالقوى البشرية، يؤمن بتكافؤ القوى كما يقول الأحزاب وغيرهم، يؤمن إن الإنسان بعضلاته، الإنسان بجيبه، الإنسان قبته ما معه، لا يؤمن إلا بالظاهر المحسوس، لا يؤمن إلا بما يرى، لا يؤمن بالغيب، لا يؤمن بالله، لا يطرح الأمور على الله عز وجل يصرفها كيفما يشاء مع أخذه بالأسباب، لا، هو يظن بالله غير الحق ولا يقدر الله عز وجل حق قدره. حدث هذا سبب نزول الآية اللي معنا في غزوة أحد، لما الصحابة أصيبوا واستشهد منهم 70، وأصيب رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه،
وكسرت رباعيته وضرب بالسيف على رأسه وعلى عاتقه الشريف صلى الله عليه وسلم، وكسرت قدمه الشريف وحفرت له الحفر ووقع في الحفر صلى الله عليه وسلم. فقال أحد الناس في الجيش من المسلمين، قال لو إحنا ما خرجناش مع المسلمين وجلسنا في المدينة ما قتلنا هاهنا، لو إحنا بقينا مع أهلينا في المدينة ما كناش قتلنا، لو إحنا ما سمعناش كلامهم وجينا ما كانش حصل لنا إلا حصل لنا. سمع كلامهم من؟ الله. لم يسمعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما سمعهم الصحابة، إنما الذي سمع كلامهم وكشف عما يقولون وعلم ما في ضمائرهم هو الله سبحانه وتعالى. أنزل عليكم غما من بعد غم يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم. الهم هو الناتج عن جهل، هي الهموم التفكير في أشياء غيبية هي في علم الله عز وجل، فتزيد الإنسان هم على هم، يقعد يفكر في الأرزاق ويفكر في بكرة ويفكر في الآجال، طب لو كان، ويفكر في اللي مضى، لو أنا ما كنتش عملت كده، ويندم على، فيزداد هما على هم. أهمتهم أنفسهم بسبب إن هم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وظنوا بالله غير الحق ظن الجاهلية. ظنوا بالله غير الحق ظن الإيه؟ سماها القرآن ظن الإيه؟ الجاهلية. إيه ظن الجاهلية؟ الجاهلية لا تعرف الله ولا تعرف أن الذي أخرجهم من بيوتهم إلى هذا المكان هو الله سبحانه وتعالى. لذلك القرآن الكريم برد عليهم في نفس السورة بس في آخرها: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله. لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، مش السرير، مش أوضة النوم، لا، إلى مضجع الموت. كل واحد كان سيخرج إلى المكان الذي سيموت فيه، في المكان الذي قدره الله سبحانه وتعالى له. الله كتب له إن يموت في الشارع ستجد يقوم من ما بين الناس ويذهب إلى المكان الذي سيموت فيه، لأن ملك الموت منتظره هناك. القرآن يخبرنا هكذا: مهما تهرب من الموت هو ملاحقه، ومهما تهرب من القدر هو محيط بك من كل مكان، ولن يسير في كون الله إلا أقدار الله سبحانه وتعالى. مهما تتعب على أرزاق لن يكون إلا ما قدره الله، ومهما تهتم لن يكون إلا ما قدره الله، فسلم الأمر لله مع أخذك بالأسباب. هم ما كانوا يعتقدون هذا في الله عز وجل، بل ظنوا في الله ظن الجاهلية ونسبوا الأمور لعضلاتهم. قالوا لو بقينا في أهلنا ما قتلنا هاهنا. صليت على النبي صلى الله عليه وسلم. فالجهل يصيب أهله بالظن السيء وظن الجاهلية بالله عز وجل. أخيرا الظن يصيب المجتمع أن يبقى مجتمع حيواني، أعزكم الله في اللفظ، مجتمع شهواني. المرأة فيه للذة، المرأة فيه للشهوة، لقضاء الوطر، هي بترينة للنظر ولقضاء الشهوة، وكذلك الرجل. فيصير مجتمع أشبه بمجتمع القرود، ينزو بعضها على بعض، مجتمع ليست له قيم يسعى إليها، ولا عنده ثوابت يحافظ عليها، ولا عنده أهداف يريد أن يحققها. العلم يصنع في أصحابه هكذا. الأمم اللي تقوم على حضارة العلم عندها أهداف فدائما تسعى إليها، لا تخدم الجسد، لا تعيش لخدمة اللذة، لا تعيش للكأس والنساء، إنما تعيش لغاية كبرى اسمها يوم قيامة، تعيش لهدف عظيم اسمه تعمير الأرض، تعيش لتترك بصمة تمدح بها بعدما تموت. هذه الأمم الفاضلة اللي تقوم على حضارة العلم، ما إن غاب العلم لا يكون البديل عنه إلا اللذة، إلا الشهوة. المجتمعات والأفراد يوم أن تجدهم يعيشوا على الشهوات واللذائذ، اعلم إنهم ضحل العلم، وإنهم بعيد عن هذه الفريضة، كما كان أهل مكة لما جاءهم الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. لما جاءهم الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم كانوا عايشين مع الخمر واللذة والنساء، هذا كان حالهم. حالهم في الجاهلية كان حال كثير من الأبناء لا يعرف له أب. الرايات الحمر مرفوعة فوق كثير من الأسطح، والرايات الحمر هو تجارة البغاء، التجارة في أعراض النساء. كانت منتشرة العبيد، والعبيد لا يملكون عرضا، فكان عرض العبد والأمة مباح لكل الناس، من يملكه فهو حر فيه يستمتع به كيفما يشاء، ليس لها حقوق. هكذا كانت حياتهم.
فلما جاء الإسلام أمر المسلمين والمسلمات ألا يكونوا مثل هذه لأن عندهم وظيفة. فقال الله عز وجل في سورة الأحزاب اللي بتتكلم عن الأسر والبيوت والمجتمعات الفاضلة ألا تكون مثل المجتمعات الجاهلية اللي أول من سماها جاهلية كان الإسلام. قال ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. الخطاب لمين؟ لنساء الرسول صلى الله عليه وسلم، وكما يقول ابن كثير ونساء الناس من بعدهم تبع. ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. ما تعيشي لمجرد اللذة والمتعة، وانت كذلك ما تعيش لمجرد اللذة والمتعة. المجتمع المصاب بالجهل هكذا يملأ، والمجتمع المهتم بالعلم لا يكن للذة والشهوة وهذا مكان بينهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعمر بيوتنا وأن يهدي مجتمعاتنا ويهدينا ويهدي بنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا وأن يزدنا علما وبارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Vamos a traducir un poco brevemente la palabra del Sheikh Muhammad Ali, que continúa hablando del concepto de la ignorancia en el Corán y sus efectos o sus resultados en las personas y en las sociedades. Hasta ahora se han citado 8 consecuencias o resultados de la ignorancia. Antes de ayer hablamos del orgullo, de la alteración de los valores y la fitra, de cometer crímenes y la extensión, que se extiendan los crímenes en la sociedad, de hablar mal y tener malos modales, de despreciar o menospreciar a las personas y burlarse de las personas, de caer en la aberración, de caer y perder tiempo en la vanidad, en las discusiones vanas. Y por último, hasta ayer hablamos de seguir digamos, las noticias que no son ciertas, ¿vale? O recibir una noticia que no es cierta del todo y darle difusión sin asegurarnos de su veracidad. Hoy se han tratado, el Sheikh ha hablado de 3 otros temas que se citan en el Corán y que están vinculados con la ignorancia. En el primer punto, Allah subhanahu wa ta'ala nos dice en el Corán, y le dice al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hablando de los ignorantes, le dice: y si les invitas a la guía, no te oyen, y aunque los ves mirándote, realmente no ven. Es decir, aunque te están mirando, pero no ven, y aunque tengan oídos, no oyen, y aunque tengan corazones, no sienten. Tienen sentidos, pero no están siendo utilizados. ¿Vale? Por eso el Corán nos dice en otro sitio que realmente la ceguera, es decir, el ser ciego, no alcanza los ojos, sino al corazón. El que es ciego de corazón y no de los ojos. Luego continúa diciendo el profeta sallallahu alaihi wasallam, le dice: opta por el perdón, ordena lo correcto y apártate de los ignorantes. Es decir, las personas que antes había descrito el Corán los llama, en este caso, ignorantes. Los ignorantes son las personas que, por no tener conocimiento, por no tener valores, no hacen un buen uso de sus sentidos, ¿vale? El segundo caso nos dice que las personas ignorantes, en esta ley del Corán, las personas ignorantes no valoran a Allah como se debe. Es decir, porque no tienen conocimiento para conocer bien a Allah, valoran los hechos por las apariencias. Dice el Corán, y piensan de Allah lo que no es verdad, lo que no es cierto. Es decir, esto es el pensamiento de la ignorancia. Es decir, este pensamiento, esta forma de pensar, les viene por su ignorancia. No conocen y no reconocen que Allah tiene poder y dominio sobre todas las cosas. Que por encima de las circunstancias y las personas está el poder de Allah, que realmente el que da y quita es Allah, que realmente a quien hay que adorar y a quien hay que recurrir en todo momento es Allah, y de quien hay que depender es de Allah y no de las personas o las herramientas y los medios que tengamos en la vida. Por último,
Otra manifestación de la ignorancia que se pueda ver en una sociedad es que las personas se dejen llevar por los placeres, satisfacer sus necesidades, sus placeres, dejarse llevar por los placeres y convertir el mundo de las personas como en el mundo animal, ¿no? En este caso Allah se dirige a la mujer, porque la mujer siempre antes del Islam ha sido como un objeto de placer. Entonces aquí les dice a la mujer: y no ostentéis vuestros adornos o vuestra belleza como se hacía antiguamente en la época de al-Jahiliya. Al-Jahiliya es la época preislámica y significa la época de la ignorancia. Es decir, el Islam cuando llega marca un antes y un después. Antes del Islam se llama ignorancia. A partir de la llegada del mensaje del profeta sallallahu alaihi wasallam es la época del conocimiento. Entonces, en la época de la ignorancia la mujer era un placer, un objeto para satisfacer, para que el hombre pueda satisfacer sus necesidades. Llega el Islam y le da el mismo valor que el hombre. Antes del Islam había esclavitud, libres y esclavos, y los esclavos no tenían nada de derechos. Había discriminación, había racismo. Las personas valían por su linaje, por su familia, por sus bienes, por su color. Pero cuando llega el Islam cambia los parámetros y lo único que vale es el parámetro de preferencia entre las personas, se convierte en el conocimiento. Entonces sumamos a los 8 que teníamos antes otras 3 manifestaciones, otros 3 resultados que reflejan la ignorancia, este mal que cuando predomina en una sociedad lo vemos en estas 3 formas que acabamos de citar hoy.